أنا سمعت تعليق الدكتور أسامة الغزالي حرب والأخ باسم، وطبعا أنت مستضيف شخصيتين. يمكن أنا كان في حوار بيني وبين الأخ باسم من حوالي أسبوع كده، وضح بعض الأمور. اللي اتقال النهارده يا أستاذ أسامة بيشكل جريمة، اللي اتقال النهارده عندك في برنامجك واللي اتقال امبارح مع الأخ توني خليفة من الأخ اللي بيقول إن هو محامي وليس ناشط سياسي اللي شتم المشير قبل كده. وانا تأذن لي بس هو لم ياتي سيره او ذكر اسماء يا سياده المستشار. لا، هو اتكلم برضه عن التسريبات وقلب الحرف، ان اللي هو الاخ زياد عليمي قال بالحرف واحد كده: لا ده عبد الرحيم علي هو اللي بيتحقق معاه كمتهم في النيابه وهو اللي هيتحبس. لا انا قصدي هنا في البرنامج لم ياتي ذكر. اتكلمنا عن التسريبات. ايوه خلاص، انا بكلمك بصفتي انا اللي مقدم البلاغ وانا محامي الدكتور عبد الرحيم. اتفضل. عايز بس اقول للاخ زياد الحلقه الجايه مع توني يا ريت تجيب لي 5 محاضر جلسات انت حضرت فيهم كمحامي. لو جبتهم انا هقول لك تعظيم سلام. انت مش محامي ولا ناشط سياسي، وما تتكلمش عن واحد بحجم دكتور محترم بيدافع عن وطنه زي الدكتور عبد الرحيم علي وتقول هو اللي هيتحبس، لان اللي انت قلته امبارح مع الاخ توني خليفه ده هو اللي يحبسك، لان ده بيشكل جريمه اسمها ماده 187: كل من اذاع امورا من شانها التاثير على تحقيقات في نيابه على قاضي. لما تقول ان الراجل ده تسريباته مزوره او ملفقه والنيابه بتحقق، يبقى انت اعتديت على سلطه النيابه والتحقيق. نرجع بقى لضيوفك الكرام، في فرق بقى بين امبارح وبين النهارده عشان انت جايب 2 من شخصيات محترمه. دكتور اسامه، حضرتك تحدثت عن الحياه الخاصه، وده طبعا في نص قانوني واضح اللي هو 309 مقرر من قانون العقوبات، اللي بيجرم من يتعرض يسجل وثم يذيع امور خاصه للمواطن. 309 مقرر دول يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه من اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمواطن. ومحكمه النقض عرفت الحياه الخاصه للمواطن دي واحد بيتكلم مع مراته، مع حبيبته، مع صاحبته، لكن واحد بيتكلم عن بيسرق مستندات امن دوله، دي مش حياه خاصه، ده امن قومي مصري يا دكتور اسامه. لما يكون في حوار وانا اعلم ان في تسجيلات في منتهى قله الادب والسفاله بينهم وبين بعض لا تليق ان تصدر، مش بني ادم لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، ومع ذلك تم حجمها لان دي الحياه الخاصه. صح فيها سفاله وتجرمه وقله ادب، لكن دي الحياه الخاصه. لكن لما يقول الفلوس جت وقبضنا وقطر وموزه ودفعت ولا في امن الدوله واسرع ملف ولا لا، وتتحدث حضرتك وزعلان جدا 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 انت والبعض، حضرتك بتدافع طبعا، عارف بتدافع طبعا. حضرتك عارف ان الدكتور اسامه مش موجود معانا دلوقتي سياده المستشار، فهو مش سامعك، ولكن سامعك خارج الاستوديو يعني. مش مشكله يعني يا ريت يكون بيسامعني دلوقتي، واخد بال حضرتك. لما تتحدث يا دكتور اسامه، وانا اديت مثل قبل كده، قلت زوجه او زوج جالهم تليفون ان في حد فيهم وده الزنا ده موجود في القران ومعاقب قانون بيزني في شقه الزوجيه، فانتقل الزوج فورا معهوش مفتاح، او الزوجه انتقلت كسرت الباب لقت حاله الزنا موجوده. حضرتك تقول لي انت كسرت الباب ليه؟ لا احنا بنهزر. هو ده اللي بتعملوه دلوقتي. خلينا في الموضوع. الناس دي قبضت من بره تتحاكم، وانا اقول لك البلاغات فيها ايه دلوقتي. 2، الناس دي سرقت مستندات امن الدوله تتحاكم، ولا في ناس فوق القانون وناس تنداس يعني انا النهارده دول اخوان مسلمين فتره من الفترات يرتكبوا الجرائم زي ما هم عايزين، واخد بالك، كلهم لهم لا تعظيم سلام. طب عشان كده سياده المستشار الاستاذ باسل كان بيقول ان لابد ان اذا كان في حاجه زي كده تقدم الى النيابه. انا معاك، انا هكمل لك اللي قاله باسم، هكمل لك ايه اللي حصل بالظبط. نعم. لما كنا ايام الحزب الوطني كان بيبلطجوا في لجان انتخابات مجلس الشعب وتزوير وفساد وقله ادب وما يتعاقبوش. لما جه الاخوان نفس القصه، لما جينا دلوقتي نفس القصه. هي بلد مخطوفه يا اسامه، يا مخطوفه من العيال دي يا من الاخوان يا من الحزب الوطني. الشعب عرف من الثلاثه، مش عايزين الثلاثه. نرجع بقى للي قالوا بتعملوا بلاغ. شوف اتعمل بلاغ من 2011 2000 وكام؟ 11 عشان ما حدش ينطق بعد كده بحرف، واتقدمت فيه التسجيلات، والسيد المستشار النائب العام المحترم اللي موجود دلوقتي، والاخ الاستاذ الفاضل محامي عام تامر الفرجاني محامي عام نيابه امن الدوله العليا بيحقق بنفسه في هذه. مش في الناس اتسربت ازاي؟ اتسربت ازاي دي لما يكون تسجيلات خاصه، لكن لما يكون واحد بيتكلم في بلد وخيانه بلد وحرق بلد، ولسه النهارده عمالين تطبطبوا لي على شويه 1025 يناير يا استاذ اسامه. زي ما قال 25 يناير فيها شباب نزل محترم
تعظيم سلام ليه. لكن في ناس بقى اللي تصدرت المشهد الاعلامي وكلنا شفناهم طلعوا للاسف كلهم، انا بقول اهو مش هقول لك بقى لا هقول لك متهمين بالخيانه يا اسامه. فبرجو من الساده الافاضل يعني والقاهره والناس، وانا بقول دي قناه محترمه ومع احترامي للاخ طارق نور اللي سابق، يعني انا عايز اقول لك حاجه، بعض اصحاب القنوات بيجوا على خط احمر اسود